بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. أحد الأزواج بيشتكي من زوجته، بيقول لما بسألها عن حاجة مثلا في لبسي ضايعة، فين التيشيرت الفلاني، فين فردة الشراب اللي معروف ان دايما فرد الشرابات دي ضايعة، تقوله مش فاكرة، مش عارفة حطيتها فين، ما يمكن هنا ما يمكن هنا. ممكن نقعد طول اليوم ندور على حاجة هي فعليا مش فاكراها، ولكن بيتفاجئ الزوج ان زوجته فاكرة مواقف حصلت ممكن تكون مثلا من كتب الكتاب، يعني حوالي 20 سنة كده. فاكر لما جيتوا كاتب الكتاب وكان معاك مثلا فلان وفلان أو فلانة وفلانة وكانوا بيضحكوا وانا افتكرتهم بيضحكوا على الفستان بتاعي؟ حاجة من 20 سنة وانت ساعتها كنت بتضحك معاهم، انت فاكر الموقف ده؟ طبعا هو مستحيل هيكون فاكر بالنسبة للرجالة. يقول لها لا ده حصل ده امتى؟ او تقول له فاكر بعد ما ولدت ابني الكبير من 15 سنة مثلا، ويوم العقيقة والسبوع انت عملت مش عارف ايه وزعلتني وانا طلعت شقتي مقهورة ومتضايقة. وطبعا هو بيكون في حالة من الذهول، يعني انت مش فاكرة وديتي التيشيرت بتاعي فين من يومين اتنين، وفاكرة مواقف من كتب الكتاب وعقيقة ابننا من 15 20 سنة؟ ازاي؟ والتساؤل هنا كمان بيقول يبقى انت فعلا بتحبي النكد وبتحبي تقلبي في القديم. وهي ردها لا، انا مش بحب اقلب في القديم، انت اللي ما زلت بتعيد نفس اخطاء زمان وبتكررها بنفس الشكل وبنفس الوجع ونفس الالم. فانا دايما ذاكرتي بتجيب اللي فات غصب عني، فانت السبب بسبب تصرفاتك الشبيهة بتصرفات الماضي الخاطئة والموجعة. واحنا هنا ما بين اتنين، الزوج شايف انه حرام تفضل تنكد عليا حياتي ليل ونهار كده، وما بين الزوجة اللي شايفة ان انا لا مقهورة بقالي سنين وهو مش قادر يداوي جروحي ويطيب بخاطري. يا ترى ايه اسباب الفعلية اللي تخلي الزوجة تقلب في القديم اللي بقاله 20 و30 سنة؟ والتصرف الصحيح من الزوج يتعامل معاها ازاي علشان نقفل على القديم خالص، وتكون حياتنا الحالية وإن شاء الله القادمة كلها سعادة وكلها حب وتفاهم. هترد على تساؤلاتنا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أشجان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ندى، ربنا يبارك فيكي. أهلا ومرحبا بحضرتك. زي ما سمعتي معانا إحنا ما بين اتنين، الزوج شايف إنه تعب وحرام قوي اللي أنا فيه ده، أنا شقيان بطلع من الصبح برجع على أذان المغرب، وهي تقول لا انا موجوعه ومحدش حاسس بيا، انا مش غاويه نكد، هو اللي بيعيد نفس الاخطاء. ومن هنا يا استاذه اشجان السؤال، ايه الاسباب اللي تخلي زوجه دايما تستجلب الماضي اللي مر عليه سنين طويله وتفضل تعيد فيه مع كل خلاف ومع كل مشكله مع زوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا في الجزء الأول من الحلقة، إن فكرة إن دايما الستات ما بتنساش، وإن الحاجات دي هي عندها بتبقى في الذاكرة موجودة، ما بتعرفش تنساها بسهولة، وبتبقى دايما مجمعة كل ما يخص بالمشاعر، ما بنعرفش نزحلقه، ما بنعرفش نزقه، ما بنعرفش نوديه في حتة تانية. ففكرة أنا إيه اللي بيخليني بعمل كده؟ أول حاجة بتبقى جزء من الطبيعة الشخصية. يعني ايه؟ يعني فكره ان احنا لازم نبقى فاهمين الطبيعه الشخصيه بتتدخل في الامر ده. يعني في ناس بتبقى عقلانيه قوي، في ناس بتبقى المشاعر عندها عاليه قوي، في ناس بتبقى حساسه قوي، في ناس مم. بتبقى المواقف عندها بتفصل فيها وتبدا تفكفكها كده، فهي اه. تفصيليه. مم. فالطبيعه الشخصيه لها دور في هذا الامر. يعني مم. انا ما ينفعش مثلا اجي لندى، وندى شخصيه حساسه وما اعرفش ايه، واتعامل معاها نعدي وسيبي طب انا طبيعتي مش كده. فهي عشان انا اروح للمساحه دي لازم ابقى فاهمه هو انا كطبيعه شخصيه الدنيا معايا ماشيه ازاي. اه. تاني حاجه المواقف وطبيعتها. يعني في بنات مثلا او نساء تحكي لي مواقف هي من وجهه نظري ممكن تبقى الدنيا بسيطه، مش للدرجه،
مش للدرجة، ولكن هي بتبقى بالنسبة لها صعبة جدا، مش قادرة واقفة عندها في نفس التصرف زي ما انت بتقولي كده. فكرة يوم العقيقة، فكرة يوم كتب الكتاب، هي ممكن تبقى الموقف ثواني او ما حدش خد باله منه، او مثلا بالظبط. الكلمة اتقالت بعفوية من الام او من الاخت، او هم يا ستي ما بيحبوكيش اصلا بس الدنيا هي عدت وما حدش لاحظ، ولكن هي واقفة عندها بشكل دقيق جدا. فطبيعة الشخصية وطبيعة الموقف وتعامل الزوج بقى مع الموقف. يعني انا لو انا كزوج يوم كاتب الكتاب وعرفت احس، يعني انا بعدها قلت له ليه قالوا كده وما اعرفش، ولا ما تشغليش بالك ده طبيعي، فعدت لها الموقف، فانا بذلت في التوقيت، لان التوقيت عندنا عالجته في بيفرق جدا. ساعتها. فانا التوقيت حتى يا جماعه، في ناس تقول طب يعني انا هعاد امي، يعني انا هعاد اختي، مش لازم الفكره تصل او ترتقي ان احنا ترقى لحكايه خناقه او ترقى لمشكله كبيره. يكفي محاوله ارضائها، يكفي جبر الخاطر بكلمه، يكفي معلش حقك عليا. ففكره ان انا بحس ان اللي قدامي مستوعب ان في حاجه فعلا تسببت ليا في اذى نفسي. فاول حاجه بتبقى طبيعه شخصيه، تاني حاجه الموقف نفسه، تالت حاجه تعامل الزوج، رابع حاجه استحضار الامر ده. يعني انا لو كل شويه كزوجه بفتكر الموقف ده، فانا مانعه انه يتزق ورا واجيب مكانه مواقف جديده. يعني كل ما الزوج مثلا، في ازواج كانت بتبقى عصبيه او في اول جوازها، او بيحب اهله متعلق بيهم وجاي عليها كتير، بعد الانجاب وبعد السفر وبعد كذا الامور اتظبطت. انا ليه مش عارفه ابص للحاله اللي احنا وصلنا لها؟ مش عارفه ليه ابص ان هو كان في مشاكل بينا كتير جدا وبعد كده الحمد لله ربنا هداني وهداه. ليه مش عارفه؟ ليه واقفه بالزمن عند النقطه اللي هناك دي واقول ابدا مش عارفه انساله مهما يعمل، انا مش عارفه انساله. فهي فكره الوقت الحالي بقى انا بتعامل مع الموقف ده ازاي. فالحاجات دي هي اللي بتخلي الستات دايما واقفه عند حته معينه ما بتتخطاهاش، وده اللي بيخلي مشاكل كتير بتنشأ. لان في رجاله بتبقى فعلا البيت يعني بيبذل فيه ومنها ومنه، ولكن هي بسبب، مش هقول النكد، يعني بسبب الحالة اللي من عدم الاستقرار النفسي عندها أو نفسيتها التعبانة أو القافلة منها بمعنى أصح، هي اللي مخليها مش عارفة تعيش الجديد، مش عارفة تستمتع بالحاضر اللي احنا فيه، ولا تبص للمستقبل بنظرة كويسة، ولا انها تتناسى جزء الماضي ده ان هي كانت مرحلة وعدت. مفيش حد يا ندى ما بينضجش بالمواقف، لان المواقف دي هي اكيد اللي بتسبب طبعا. النضج للوحدة او بالظبط للشخص بالظبط. نفسه. فانا فكره ان انا عازز عليها المواقف، المهم انت بعد الموقف ايه، المهم وصلت لايه. فدايما نبص للجانب السيء ونبقى فاهمين، ونبص برضو للجانب المضيء اللي حصل لنا فيه ونبقى فاهمين احنا انتقلنا لايه. ما بالظبط. تحولتش نسختنا للأسوأ. ما زرعش في اولادي كره اهل ابوهم عشان انا ما عملوش ايه يوم ايه. فبالتالي انت بتعملي حاجات في المستقبل مبنيه على حاجه حصلت في ماضي واثرها انت. هي دي الفكره، اثر الامر ده مستمر ولا لا. يعني لما تيجي واحده وتقول انا زوجي، ودي مشكله بالفعل، انا زوجي مش راضي عن شكلي جسديا، هو دايما بيقول لي انت ضعيفه، انت قليله، انت الانوثه فيكي كذا، فهو بيضغط عليها في الحته دي. فده من يوم ما اتجوزها 17 سنه وهي حملت منه بيسمعها نفس الكلام. وهو محافظ على نفس النقطة دي. حصل ايه؟ فقدت ثقتها بنفسها، كرهت جسمها، بقت الأول كانت بتعمل مشكلة وتزعل، ما عادش الكلام بيفرق معاها ولكن بيكسر فيها من جوه. هو قلب الموضوع انه كان بيقوله الأول أصبح تهريج. يعني هو لما اتكلمت هو قال لك ده انا وعتاد. بهزر، ده انا بهزر والله، ده انا ما اعرفش ايه. اقعد اقول لها انت شبه الخله وانت انا بهزر، انا ده حبيبتي، انا ليا الا هي. فلما يفضل معانا الاذى مستمر طبعا 17 طبعا. سنه، وما دي بقى هقول لها انسي ايه. يعني انا هقول لها بالظبط. انسي ايه، ما ده ينفعش اقول لها يعني انسي. صراحة هي يكون معاها الحق والحقين كمان، لأن دي أي صحيح. نفس بشرية يا أستاذة أشجان مش هتتحمل كده. ده في بعض البنات لما تقول لها بس الطرحة مش معدولة تهد اه الدنيا، فما بالك اي واحد عمال سنين يقول لزوجته ويكرهها في شكلها وفي جسمها اللي هي ملهاش يد فيه أساسا، خلقة اي. ربنا. وبعدين بتبقى يعني هو في البدايه هو دايما بيبقى عنده احساس ان انا زوجتي فيها نوع من انواع النقص، زوجتي فيها جزئيه انا مش راضي عنها، هي مش ماليه عيني من الناحيه دي، انا بالنسبه لي في نوع من انواع النقص، انا بالنسبه لي محتاجه انا. فبالتالي انت برضو منكد على نفسك وحاسس ان لا، الحياه منكد عليها هو بصراحة. لا، هو مش منكد على نفسه، هو منكد منكد عليها على وعلى حياتها كلها.
لا يعني هو منكد على نفسه ان انا كراجل مش متهني، ان انا مش مستمتع باللي معايا، ان انا مش باصي بحاله من الرضا، ان انا باصص لامر شكلي. هو لو كان عامل لك ازمه في البدايه خد فيه اجراء، يعني انا مش قادر، هي مش عارفاني، سلام عليك، خلاص انا اعفيها واعفي نفسي وخلاص، امم. امم. ونوقف الاستنزاف. انما الفكره ان هو مش الاساس، عارفه ان ده هو عشان منكد على نفسه بيطلع النكد عليه. يعني انا امم. لو راضي هنقل اللي قدامي الرضا، الرضا ان انا راضي وبقول له يا رب انا راضي، وبنقل حاله الرضا. انما انا لما ببقى مش راضي فانا بنقل لك حاله عدم الرضا، فهو مش راضي عنها كزوجه، وبالتالي مش راضي من جواه وبنقل لها ده، فمش مثلا بالظبط. بيكتفي، بالظبط. او انه امم. حاسس ان هو بيعمل نوع من انواع المن، ان انا خلاص ويلا نصيبنا نستمتع في الاخر، يعني هو زوج قال لي اللي هي خلاص يبقى. تحمد ربنا بقى ان انا ايه اعيش معاها، يعني ان هي كده كده بالظبط. انا كتر خيري. طيب بالظبط. استاذه اشجان، احنا عندنا يعني اكتر من طريقه عند الرجاله لما بيلاقوا زوجاتهم بتجيب في الماضي، وعلى حد قولهم بدات اسطوانه النكد. فواحد يقول لها اه بداتي الاسطوانه، طب انا داخل انام سلام عليكم، ويسيبها تهري مع نفسها وهات هات بقى مع نفسها لحد ما يا حبيبتي تبقى خلاص دماغها تنفجر. التاني برضه هتبدأي اسطوانة النكد، لا هو ما بيخشش ينام، هو بينزل. ينزل بقى ايه اللي بيستفزها اكتر؟ ان هو ينزل يقعد على الكافيه مع صحابه، ينزل يتمشى، ينزل يعمل اي حاجه، ويسيبها ايه، يقول لك ايه اسيبها بقى لحد ما تخلص الاسطوانه بتاعتها دي وابقى ارجع على النوم. التالت يقول لك لا والله ما انا سايبها، ده هي بقى عايزه نكد، طب انا هديها نكد بزياده بقى فوق دماغها، ويشد قدامها وتبدا تحصل مشكله كبيره جدا. ايه الطريقه الصحيحه اللي يتعامل بيها الزوج مع زوجته اللي بتقلب في الماضي وهو شايفها من وجهة نظره زوجة نكدية؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اول حاجه يشوف الحاله النفسيه اللي هو فيها الاول قبل ما ياخد رد الفعل. طب الناس هتقول هو يشوف حالته النفسية ولا حالتها هي؟ لا، حالته هو. لان في ناس هي بتبقى مثلا بتعاتب على حاجة بسيطة، او افتكرت حاجة من الماضي، او هي بالنسبة لها الامر صعب شوية، فافتكرت موقف كده، فهي حالتك النفسية ممكن الدنيا بتولع او بتكبر جدا جدا من حاجة بسيطة، نتيجة ان الزوج موده هي اختار التوقيت غلط، هي راحت امم. كلمت وهو رايح ينام، هي راحت تتكلم وهو مضغوط وعنده مشكله كبيره جدا في الشغل، عندنا امم. مشكله كبيره جدا ماديا، الدنيا ايوه. متلخبطه، اه. وانا جايه بقى اقلب ايه ده انا زعلانه منك ان انا اصلا في الفطام بتاع البت الايه اللي فانت بتقولي ايه؟ فاول حاجه حالتي انا كزوج ان انا بحدد هتعامل معاها ازاي. يعني اول حاجه انا كزوج ببص هو انا قادر اتكلم وافتحها، ولا هقول كلمتين بس، ولا انام واهدى، ولا لا انا محتاج فعلا انها تهدى لان واضح ان هي واصله لمرحله صعبه، ولا انا هنفجر وهقول ما حدش حاسس بيا والدنيا تولع. فتحديد حاله الزوج النفسيه، المفروض الزوجه اصلا تكون هي عندها خلفيه انا ده ينفع اتكلم ولا لا، بس خلينا ان هي خلاص وانهارت ونفسيتها قافله وهرموناتها ضاربه واتنكدت وقررت انها ترمي كلمه او تقول كلمه او تعاتب في موقف وهو مش حمل ده. فانا كزوج بحدد عشان حالتي النفسيه، انا كزوج هي اللي هينبان عليها تصرف. فانا كزوج بشوف ان والله لا هي ما كانتش، هي ده مش طبعها، هي مش بتنكد على طول، هي في حاجه مزعلاها. خلي بالك ساعات النساء بتختفي ورا يعني تستخبى كده ورا مواقف، ولكن هي في الاصل حاجه تانية مزعلاها. يعني امم. هي زعلانه منه مثلا ان هو بقاله 3 ايام ما عبرهاش مثلا، او زعلانه اه. منه ان هي امم. قالت كلمه وهو جرحها في نص، فبتجيب حاجه من الماضي ومش قادره تعاتبه على الموقف ده تحديدا، مش قادره تتكلم فيه. فساعات امم. الناس النساء بتختفي ورا مشاكل، الرجاله بقى ملهاش في الكيمياء الكبيره دي يا جماعه، والله هي امم. ابسط من البساطه. قولي لي ده هقول لك هعاتب هعتذر او مش هعتذر، انا مش بتاع اعتذار، هراضيكي والدنيا تمشي. انما مش هقول اللف والدوران، الامور اللي بتبقى معقده قوي عند الستات الرجاله ما بتعرفش تجيب مداها، ولو عرفها ساعات الستات ما بتبقاش ايه ده هو انا ما كنت زعلانه من ده انا زعلانه من حاجه تانية. فهي مش عايزين نبقى مطلعين الستات يعني انها مكلكعه كلكعه السنين، بس هي الاعباء عليها اه. والضغوط عليها ساعات بتوصلها لحاله صعبه، ان هي امم. بتنفجر او ان هي بتتراكم او ان هي بتبقى تمام. هشه نفسيا. فانا اه. كزوج اول حاجه بشوف نفسيتي عشان الدنيا ما تتوش، بشوف انا فين. تاني حاجه ان انا بحتوي الموقف في وقته. يعني لما تيجي تقول لي كده وانا داخل انام اقول لها حقك عليا، نصحى ونتكلم.
شوف انت عايز تعمل ايه واعمله، بس ادي جمله في الاول. انما فكره ان انت قررت ان انت تنكدي، احنا مش هنخلص من الاسطوانه دي. بقول لك ايه، عايزه تروحي لامك روحي اقعدي يومين بس مودك يتظبط. رد فعل الزوج بينبني عليه حاجات كتير من الزوجه. انا لو سكت الامر بشكل صحيح، ده زي ما ابنك يجي متعور، فلما بتتعاملي مع اول مشهد للاصابه اللي تعورها دي او حصل حاجه، هي دي اللي بينبني عليه. يعني لو انا سبتها والتراب اتعمل عليها فالعوره بتكبر، لو انا لفتها على البهدله اللي هي فيها وعلى التراب فهي اتلوثت، لو مم. انا وجعته في تمام ساعتها تمام. فهي الفكره معالجه الامر هي دي اللي بتفرق. فالزوج اول حاجه، تاني حاجه رد الفعل، تالت حاجه بنجتهد يا جماعه تبقى في قعدات كل فتره، طلع كل اه شهر، كل اه. اسبوعين، كل 3 اسابيع، اللي هي طلعت كل. للتصفية، واللي هو يعني احنا نشوف كيف حال انا اشوف العقدة. احنا يعني بنقيم السيدة عائشة وسيدنا النبي صلى الله عليه كيف وسلم حال. كانت دايما تتفقد حبه ليها، كيف حال العقدة يا رسول الله، فكان يقول لها هي على حالها يا عائشة. وهي الفكرة ان هو لما كانت بتسأله ما فيش مرة قال لها خلاص بقى، وما فيش مرة قال لها اخدها بهزار ان خلاص ده اتفكت مثلا، هو ده انا بهزر، لا هي بتسأل. فهي هنا في احتياج معين. الست دايما بالنسبة لها حاجة الامان، معينة هي عايزة تسمعها. بس امان واحتواء وثقه، هم دول لما بيتحققوا بيجي الحب وبتيجي المشاعر الحلوه، بتيجي الموده وبيجي الاحترام. فلما دول دايما الست بتدور عليهم، فكره ان انا عايزه الامان من زوجي، ان انا دايما حاسه ان انا في مأمن معاه، ان هو احنا في حاله كويسه. نقطه الثقه ان انا واثقه فيه بشكل، يعني مش هنقول ان انا واثقه ان هو بيتقي الله فيا زي ما انا بتقي الله فيه. ففكره الثقه هنا، لان الستات برضو لما بتضيع نقطه الثقه مهما تكون في حاجات كويسه، هي طول النهار بتدور في موبايل، طول النهار بتسمع حاطه برنامج ايه. انا بقيت بشوف ليفلات يا ندى من تتبع الازواج، والله الرجال على الله حكايتهم بصراحه يعني. هي بصراحه الزوجات انت معذبه نفسك بانك اه. لا تسالوا عن تحط اشياء. له اللي هي البتاعة دي في شنطة العربية بتاعته، وتفضل لا متتبعاها تسالوا عن بالموبايل. السماعة تحط واحدة من سماعة الهيدفون تحطها معاه في الشنطة، تفضل ماشية فهي وراه. لما الامر ده بيزيد، هي انا عندي قناعه ان لما الزوج بيفضل يعمل حاجه غلط، او بيبقى الامر معاه فيه حاجه مش كويسه، فربنا عز وجل له رصيد من الستر. فالستر ده خلاص لما انت بتزوده خلاص، فبتيجي بصدفه بقى الزوجه بتكتشف او حد بيكتشف، فرصيد ربنا من الستر ليك سبحان الله بيضيع، خلاص انت بتنكشف. انها فكره انا بقى ما فيش اي شواهد وما فيش اي حاجه وما فيش، وانا عماله ادور من باب الغيره الشديده، من باب ان كلام واحده، من باب الجروبات واللي بشوفه، من باب الفضول، من باب عايزه اعرف بيفكر في ايه وبيكلم مين، اه اه. حاجات كتير. فانت كده حطيتي ان هو بقى فلكك، فده طبعا بدايه انهيار بشكل او للأسف. باخر. والأمر بيتطور عند بعض الزوجات يا أستاذة أشجان في بعض الجروبات، الحقيقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يعني. انا عارفه ان في ناس هتختلف معايا مع اللي انا هقوله دلوقتي، يقول لك لا تسيبيها على عماها. جروبات كده معروفه ان انت بتنزلي فيها صوره جوزك وتقولي ده جوزي، طيب حد اه يعرفه؟ لو واحده مثلا تقول لها لا ده كان بيكلمني، ده كان عايز يخطبني، او تطلع واحده تقول لها لا ده جوزي انا، او ده خطيبي انا، فتبدا البيوت تتخرب بسبب حاجه من الجروبات دي. بعض النساء تقول لك لا بالعكس ده مفيد جدا علشان نعرف الازواج بيعملوا ايه. طيب هو اصلا الحياه بالشكل ده دي تبقى حياه؟ لما انت تبقي مش واثقه في زوجك وتروحي تحطي صورته على جروب عشان تعرفي هو علاقاته متعدده ولا لا، انت كده اصلا هتامني الحياه معاه؟ طب لما يطلع بريء شكلك ايه قدام الجروب لما صورته انتشرت كده وسط الناس ووسط النساء؟ هي الفكرة إن الناس دوافعها بتبقى مختلفة، بس النتائج واحدة. يعني إيه؟ يعني أنا فاقدة الثقة وبزود فرص الشك، وبحط جوزي محط أنظار الأخريات بشكل كبير جدا. فزي ما أنت بتقولي، يعني فكرة أنا ماذا بعد؟ يعني واحدة كانت بتقول لي بتتبع وبعمل وحاطة جهاز إيه أنت عايز توصلي لإيه؟ إن هو متجوز عليكي، ولا إن هو لا قدر الله بيخون، ولا إن هو ايه عايز توصلي لايه؟ لا عايزه اعرف تحركاته، انا شاكه انه متجوز، انا شاكه انه كذا. طب ما هي الفتره دي فكره الشك دي ما ينفعش ان انا اقعد ادور لحد ما اوصل لحاجه. طب بعد ما وصلت لها انت عرفتي ان جوزك متجوز. يعني واحده بتقول لي انا اول امبارح بتقول لي انا صعدت وواجهته وقال لي اه متجوز واعلى ما في خليك اركبيه. هنا بقى نورت كده، اعمل ايه؟
يعني اتطلق؟ انا مش هينفع اتطلق، انا في رقبتي خمسه. طب ايه، اسيب البيت؟ انا اهلي مش يعني مش هيدعموني في الطلاق. فهي طلعت وما عرفتش تنزل بقى خلاص. فهو حصل ايه؟ خلاص مش انت عرفتي؟ ايوه انا بقى ايام وهنا ايام. لقت نفسها عاشت حياه هو بقاله اكتر من سنه ونص مخبي وبيحاول مخبيها، وكان بيحاول يراضيها وبيحاول يتعامل معاها بطريقة هو كويسة. فرح ان البالونه فرقعت. فهي الفكره مش ان احنا بنقول ايوه يا جماعه ما تدوروش واقعدوا ساكتين وارضوا، لا انا وخليكم بقول متغفلين وعادي ويجوز لا ويخلف، مش هو ده المطلوب. طبعا. انت لو شاكه لازم، مش هقول تتبعي الشك، ولكن كوني على ثقه ان ربنا هيكشف لك ستر حد. طالما انت اول حاجه مع ربنا، تاني حاجه ان هو له رصيد وهيختفي طول ما هو ما بيتقيش الا فيكي. ولكن ان احنا بندور على حاجات تاذينا، اهم حاجه لو انا عايزه ادور على الكلام ده او امشي في السكه دي ابقى حاطه السيناريوهات المحتمل. انا هتطلق، انا قادره اخد الولاد. طب لا انا مش حامل الكلام ده، انا هكمل عشان خاطر ولادي. لا انا لما تيجي تمام. تقول عشان خاطر ولادي، لا مفيش مم. حاجه اسمها كده، لان الولاد كده كده هيتربوا وما تقنعنيش الحياه دي. المهم نبقى فاهمين دي طبيعته. مش هقول لك بقى تقصير ولا مش تقصير، لا هو بيعمل كده ليه، ايه اللي تمام. حصل. مم. فالامور كل قصه ليها حيثياتها لوحدها. فما ينفعش أكيد. احنا نمشي بقى ورا الجروبات يلا بقى كلنا نحط صوره فلان. ده لا انا طبعا. بشوف مم. بقى فكره دكتور مين وعلان مين وطلع خاطب مين وعامل مين، بيوت بتتخرب بالفعل. ده انا كنت متغفله 7 سنين، ده انا كنت. هي فكرة حتى ان انا اكتشف حاجة زي كده ماشي، بس مش بهذه الطرق دي، مش الاساليب. لان انا بالظبط. مش بدور لوحدي، انا ببث روح الشك عند مجتمع كبير جدا. طيب أستاذة أشجان، أخيرا قبل الختام وسريعا، احنا بقى عايزين العلاج. ما ينفعش نختم قبل ما نشوف العلاج للزوجة اللي دايما بتقلب في الماضي وفي القديم، اللي بقاله سنين طويلة، واللي زوجها بيعاني ودايما يقول أنا تعبت من نكدها. دي نكدية. احنا ايه العلاج ليها يعني سواء كانت هي بإرادتها فعلا هي اللي دايما بتحب تنكد، او لا اللي موجوعة فعلا بقالها سنين وليها حق في بعض الامور. الاتنين نعالجهم ازاي لانفسهم الاول علشان يرتاحوا هم، وعلشان اسرتهم ترتاح وتستقر؟ اول حاجة نبقى فاهمين ان هي خلقنا الانسان في كبد، ان الدنيا دي دار ابتلاء ودار كبد، وان السعادة في الاخرة، وان الدنيا رحلة صغيرة ومهما اعمارنا طالت فيها فهي هتخلص عشان نروح للاخرة. فالفكرة دي عموما في الستات في الرجالة في أي حد بتوفر شوية من إن أنا في حاجات ما تستهلكش طاقتي وتستهلك صحتي وتستهلك عمري وهي ممكن تعدي. فدي في العموم فكرة ان انا ابقى فاهم كويس جدا ان انا كل حاجة بعملها مرجعيتي ربنا عز وجل، كل حاجة امم. بدور فيها رضا ربنا عز وجل، كل امم. حاجة بعملها بحتسب اجرها عند ربنا عز وجل، كل وجع اتوجعته، كل قهر اتقهرته، كل امم. حاجة ضايقتني فيا رب محتسباها عندك، خد لي طاري في الدنيا وفي الآخرة. فدي امم. عموما للستات والرجالة أو حد مقهور، فلما بيحط القاعدة اه. دي لحد ما نفسه بتهدى لا، شوية. لاي مظلوم. لا أي مظلوم. النقطة اللي بعدها أنا لازم واقفة مع نفسي. أنا إيه اللي مزعلني؟ هل أنا فعلا مش هقول ست نكدية، بس أنا ما بعرفش أفرح؟ يعني عارفة في ناس كده امم. حتى في الفرح امم. تلاقيها جايبة موقف نكدي وعمالة تنكد اه. على. وفي ايوه. صحاب حتى نيجي نقول دي ما بتعرفش تضحك، ما دي اللي بتعرفش بتنكد على الجروب كله. امم. دي بتنكد. بصي دخلنا في فقرة النكد. اه. فهل انا فعلا ده؟ لان خلي بالك احنا في صفات ما بنعرفش نغيرها، ربنا خلقنا بيها، بس انا بعدل من ردود افعالي، بعدل من سلوكياتي. فانا دلوقتي اللي واقفه مع النفس دي، هو انا فعلا كل حاجه بنكد على عيالي فيها؟ هو انا لما ابني بيجيب درجه كويسه بقعد اقول له ما عرفتش تجيب النهائيه، وابني لما يجيب درجه وحشه اقول له ما انت فاشل؟ في الحالتين انا منكده على ابني، في الحالتين انا منكده على زوجي. فهي الوقفه مع النفس دي ندى عليها 70% من باقي الامور. لان انا لو اعترفت بده امم. فبالتالي هدور على حل، انما انا لو مش معترفه بده ومعتمده ان اللي قدامي هو بيقول كده فخلاص، امم. فانا مش هحل حاجه. فتاني نقطه فكره، او اول نقطه عشان الاولانيه دي بتاعت الجميع، فكره ان انا اعترف او اقيم نفسي. صح تمام. يا أجل، انت نكديه شويه، انت بتعيطي كتير، انت كذا، حاولي تفرملي كذا، لا انت بجد بقالك فتره ما فرحتيش مع الولاد، ما قعدتيش معاهم، زوجك عامله معاه كذا. فتبداي تعملي مراجعه النفس، فدي مع امم. النفس. تاني تمام. حاجه
تاني حاجة النقطة اللي بعدها فكرة لو أنا فعلا بتنكد وبعيط كتير، طب أنا اللي مزعلني والله، ده أنا اللي مزعلني مواقف من زوجي من 35 سنة، لا ده من 20 سنة. يعني في واحدة وكانت هي 42 سنة زواج وهي متمسكة بالطلاق، قالت لي مش عارفة أنسى حاجة، وحضرتك اديتيني وخطة وبتاع، وقعدت أسبوع مش عارفة أبص في وشه. فهي أنت بتتكلمي حاجة 40 سنة، يعني ده عمر بني آدم يعني. ما فهي شاء مش عارفة الله. تتخطى. فهي الفكرة الزوج بالنسبة له كل اللي هي بتقوله هو مش فاكره، هو مش فاكره اصلا. فانت طبعا طبعا. فكره ان انت عندي تراكمات كتير مش عارفه اتخطاها. ما فيش زرار بندوس عليه بننسى او بنتناسى، يعني مش هنسحر. فهي الفكره ان انا كل واحد تقييم الحاله. انا عندي مواقف تقيله جدا، ده كانت ضرب واهانه، فتقييم الوضع اللي هو كان وبقى. يعني انا لا زلت بعيش في مآسي تمام. ومستمرة من أول الجواز لدلوقتي، ولا لا دي مواقف والدنيا اتغيرت، ولا لا هي مواقف والدنيا ما اتغيرتش بس ما بتتكررش المواقف دي. فلما بنحدد الأمر ده بنختار وسيلة التفريغ الصح. يعني إيه؟ يعني أنا أول حاجة فيها محتاجة أقعد مع الزوج أتكلم في الوقت اللي هو يتفق إنه متاح نتكلم فيه. ما ينفعش تمام. إن أنت تتكلمي في مم. وقت مش الدنيا مش ظابطة. بعد كده بنحدد اللي احنا عايزين نتكلم منه وعايزين ايه. يعني الراجل ممكن تقعدي تعاتبيه في كل المواقف دي، ايوه بعدين انا مم. زعلت فانت هيقول لك حقك عليا، انت مش مرضيه. فانا لازم طب ابقى اعمل ايه حاطه يعني؟ اقول لك انا اعمل لا اموت نفسي يعني؟ فلازم ابقى حاطه وسيله استرضاء معينه ترضيني، ولو ظاهريا ارضي بيها نفسي، ان انا اقول انا كده مرتاح، انا كده كويس. تمام تمام. ففكره دي الخطوات اللي المفروض الستات او حتى الرجال، عشان برضو في رجاله بتبقى شايله وفي رجاله ما بتعرفش مم. تعدي. فلازم احنا نعمل ده، نعمل القعده دي ونبدا نشوف ان الطرف الثاني بيسمع بشكل جيد. انصت واستمع ولا تعلق. هي دي القصه. فكره ان انا لما اقول لك والله امي ما عملت كده، انت اللي اه. ظالمه، يا ستي مم. سيبها. والله انت هي عملتي في يعني هتقول كلمتين وخلاص وانت هتراضيها والامر احنا هيعدي مش بسرعه، هنغير. عشان مش نردم هنغير. على القديم. في هي ما 30 بتتكلمش. ثانيه يا استاذه اشجان قبل ما اختم، واجابه واضحه وصريحه بدون اصل ممكن كذا اصل مش عارف ايه. هل الزوجه النكديه او اللي بتقلب في الماضي ايا كانت الاسباب ممكن تدفع زوجها سواء بقصد او بغير قصد انه يتجوز عليها، انه ايوه يسيب لها البيت؟ طبعا طبعا. ده وسيلة يعني على طول كده. سلاح. على طول. على طول. انا معايا حالات كتير هو بيقول لي ليه؟ لان البيت بيصل انه مم. مش مكان راحة بس. فهي بالنسبة لها، وخلي بالك احنا لما بنعتاد حاجة بنتقنها. يعني انا النهارده لو مودي وحش ومحدش كلمني ومحدش قال لي حاجة، فانا مش هلاقي حاجة فكتني، وانا خدت القرار ان انا منكدة هصبح منكدة وبعد منكد وبعد منكد، فهنتقن النكد. هنسى ان للأسف. انا بضحك او هعتبر ان ده امر فيه اه. خلل. فهي فكرة ان الازواج مم. بتسيب البيت هو بيستسهل الحل. ليه؟ لان هو هيقعد يقول بقول لها مم. وبكلمها وهي ما بتترضاش، بحاول اه اعتذر لها عن للأسف. حاجات انا عملتها وهي مش مسامحة. هي دي مشكلتنا كنساء، ان مم. احنا ما بنغفرش بسهولة وما بننساش وما ولما بنتناساش. تتفاقم المشكلة ويبدأ هو فعلا الزوج يكون تعب مرارا وتكرارا وخلاص من بقى. انك ويبص لبره او يفكر في زواج اخر، الدنيا يعني بتنهار اكتر، والبيت للأسف الشديد في كتير من الاحيان بيتخرب علشان بعض الزوجات كانت شايفة ان انا مش هقدر اسامحه، انا مش قادرة انسى اللي فات والقديم. بشكرك جدا في النهاية الاستاذة اشجان يحيى خبيرة العلاقات الاسرية والزوجية على وجودك معانا، شرفتينا وافدتينا كتير جدا يا جماعه. ولكل النساء ولكل البنات، الدنيا مش مستاهله هنقعد نقلب الماضي، خلاص عدى وراح، خلاص ما بقاش بتاعنا دلوقتي. خلينا نعيش وقتنا ولحظاتنا دلوقتي السعيده، نحاول نجتهد ان احنا نخلي بيوتنا فيها قدر من السكينه والطمانينه والموده والرحمه. مش هنعمل ايه بالماضي وان احنا نقعد نقلب فيه كل شويه، غير ان احنا بنتعب انفسنا الاول صحيا ونفسيا وجسديا، وبنتعب اللي حوالينا. خلاص نتغافر ونتغافل وننسى ونخلي اللي جاي يكون احلى في حياتنا باذن الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يجعل بيوتنا وبيوت المسلمين اجمعين كلها عامره بالسعاده والموده والرحمه باذن الله تعالى. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.